الفلاح قاعد يشتغل بالمحراث، فالدنيا ظللت عليه بسرعه، الله سحابه سريعه، فنظر فاذا بساط سليمان يطير. وكان سيدنا سليمان يستخدم البساط اللي يقول عليه بساط الريح، صحيح، موجود سبحان الله. فقال ايه؟ ان الله اتى ال داود ملكا عظيما. فالريح نقلت الكلمه لنبي الله سليمان، امر البساط نزل بجوار الحراث. قال له ماذا قلت؟ قال له باي شيء؟ قال له منذ انفا قلت كلاما. قال له قد قلت ان الله اتى ال داود ملكا عظيما. قال نقلتها الريح اليه. والله ايها الحراث لتسبيحه واحده او تكبيره واحده او تحميده واحده خلف هذا المحراث وانت تعمل لله خير لك من ملك ال داود. الله الله. لان ملك ال داود اين ذهب؟ فين بساط الريح؟ فين الريح؟ فين الجن؟ فين الطير؟ فين اللغه؟ فين اسبنا له عن راحوا فين؟ كانوا مختصين بالاثنين دول، لما مشوا معاهم. لكن لا يبقى الا طيب العمل. يا من غره طول الامل وللاسف الشديد يعني لم يبقى الا طيب العمل. بس سبحان الله. مثقال ذرة شرا يرى. لي صديق زار دمشق من لبنان، هو ورجل منعم راكب مركبته، يعني مست مركبته مركبة عامة وفي أضرار صار. يعني بعض أصحاب المركبات العامة قد يغضبون غضب شديد إذا يعني أصيبت مركبتهم، والرجل مليء يدفع له ما يريد. لكن صاحب هذه المركبة العامة نظر إليه ونظر إلى اللوحة، هي في أثناء أحداث لبنان، قال له مسامح بكل لطف بكل نعومة، يعني يدفع بضعة آلاف من الليرات لإصلاح سيارته. أما شيء عجيب، بلا تعقيدات، بلا تشنج، بلا غضب، بلا رفع صوت، قال له مسامح. فهذا الصديق اللي معي اللبناني هطلت من عينه دمعة على خده، فسرها شوف. رجل مليء ماديا، يعني 2003 والعشرة ما بيأثروا عليه أبدا. لماذا بكى؟ سألته أنا لماذا تأثرت؟ قال لأنه قبل سنتين في إنسان راكب سيارة سورية ببيروت معه نساء محجبات وعمل له حادث. قال أنا مدام الإنسان هيك طاهر هو وأهله ما حبيت عكر له صفوه بالنزهة. قال له مسامح. لماذا بكى؟ ما ضاعت مع الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنقذت نملة أثناء الوضوء هذا العمل عند الله لا يضيع. لو أطعمت هرة هذا العمل لا يضيع. امرأة بغي رأت كلبا يكاد يموت من العطش، نزلت البئر وملأت خفها ماء وارتقت وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها.